تراجع في أسعار الذهب في مصر، وعيار 21 يسجل 4545 جنيه. أهلا بكم في قناتنا. النهاردة هنتكلم عن أسعار الذهب ليوم الأحد الموافق 17/8/2025. بعد ما شفنا انخفاض ملحوظ في الأسعار الأسبوع اللي فات، خلينا نشوف مع بعض ايه اللي حصل وليه الذهب بيتأثر بالأحداث الاقتصادية والسياسية. نبدأ بالأسعار. في البداية، أسعار الذهب في مصر الأحد كانت كالآتي: عيار 24 سجل 5194 جنيه، عيار 21 وهو الأكثر تداولا 4545 جنيه، عيار 18 سجل 3896 جنيه. أما بالنسبة للجنيه الذهب فسجل 36360 جنيه. الذهب العالمي كان في حالة نزول الأسبوع اللي فات، وده بسبب إن التوقعات بخصوص خفض الفايدة من البنك الفيدرالي الأمريكي اتقلصت بعد ما طلعت بيانات التضخم هناك أعلى من المتوقع. لكن في نفس الوقت بيانات تانية زي مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة بينت تراجع، وده خلى السوق يخف شوية توقعاته إن الفيدرالي اللي يخفض الفايدة بقوة 50 نقطة أساسا في اجتماع سبتمبر اللي جاي. التوقعات بتقول إن الفيدرالي ممكن يخفض الفايدة ربع نقطة مئوية بس في سبتمبر يعني، والسوق حاطط ده في حساباته بالفعل. ولو حصل أي تغيير في القرار ده، ساعتها نشوف تحركات كبيرة في أسعار الذهب. وبكده نكون استعرضنا وخلصنا معاكم أسعار الذهب في مصر والتوقعات العالمية اللي بتأثر عليه. قولوا لنا في الكومنتات، شايفين الذهب الفترة اللي جاية هيكمل نزول ولا ممكن يرجع يطلع تاني؟ ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ألقاكم في أمان الله. سلام عليكم.